نادي الزمالك ده والله نادي مصري، والله جماهيره مصريين محترمين. اللي انت سحبت ارض اكتوبر وعايز تموت النادي وتخنقه، لكن الوزير يطلع يقول لك لما حصلت مشكله النادي الاهلي مع المستشار تركي آل الشيخ بتاع الساعات انا كنت واقف. ومال النادي الاهلي ومال تركي الشيخ بتاع الساعات؟ هو ايه جاب لي ارض جنب النادي الاهلي دلوقتي؟ طب كمل يا جدو، كمل كده. انا في صف النادي الاهلي، كنت بدعم النادي الاهلي ده حرصا على استقرار النادي الاهلي. مشوا الكابتن طاهر ابو زيد وزير الشباب او وزير الدوله للشباب عشان حرصا على استقرار النادي الاهلي، ووقفوا قرارات الوزير. واحنا في الزمالك اديك شايف يا باشا، الزمالك بيتم تدميره ومحدش عمره قال مره واحده بس حرصا على استقرار نادي الزمالك. انا خايف يبقى عنده السكر. مالك يا جدو متعصب ليه؟ مالك؟ اتكلم. العصبيه مش هي اللي هتخليك تتشاف قوي يعني. هدي هدي بس، كمل كمل. مفيش مرة واحدة في حياتكم حرصا على استقرار الزمالك، كله حرصا على استقرار الاهلي، حرصا على استقرار الاهلي. ولا لك اما المستشار تركي آل الشيخ حصلت مشكلة مجلس الإدارة مع المستشار تركي آل الشيخ بتاع الساعات والفلوس وال 261 مليون. هي الناس دي في غيبوبه؟ ما احنا دفعنا يا عم، ما عملناش حاجه. هو انت ما خدتش منه حاجه؟ ما جابلكش جروس، ما جابلكش فرجاني، وما جابلكش خالد بطيب، ما جابلكش الناس دي كلها هو؟ انتوا ليه بتفتكروا اللي ليكوا واللي مش عليكوا؟ تفتكر انت عايز تفتكره ليه؟ افتكر اللي عليك طيب. ليه يا جدو كده؟ ما انت ماشي كويس. وايه اللي دخل الارض في تركي الشيخ والاهلي وطاهر ابو زيد انا مش عارف، انت متوهني. انت كمل يا جدو كمل. والدعم اللي خده مجلس إدارة الأهلي بدون الحصول على موافقة الوزارة، الوزير وقف في ظهر مجلس إدارة النادي الأهلي. عسل يا جدو. طب ما انت بتضحك، امال مالك؟ في ايه طيب؟ انت مين مزعلك بس؟ انت عندك مشاكل وعندك كيد وعندك لعيبه بتفسخ عقودها وعندك نصايب بعيد عن الاهلي خالص. يا جدو مش كده. يا جدو ده انت خبره، ده الشعر الابيض عندك اهو زي الشعر الابيض عندنا اهو. يعني انت كبير وعاقل، مش زي العيال لسه اللي بتاخد المصروف. حتى انت مستوعب وفاهم ومفروض تاريخ. بس العقليه واحده ولا ايه؟ هي الدماغ واحده؟ ما انا قاعد بدور عليك عشان ارجعك المستشفى تاني وانت قاعد منزل فيديو بتتكلم على الاهلي. ماشي ماشي يا جدو.